خلينا بقى نتكلم بمنتهى الصراحه، عيب لما حد يقول لك نادي الزمالك هيفلس. هو نادي الزمالك مين اللي يفلس؟ لما نادي الزمالك يفلس، امال المركز عندنا ايه؟ اللي هم بيبرروا الموقف الحالي للزمالك، اللي هم كانوا جايين الزمالك عليه ديون كتير والزمالك كان طالع من محدش ضربك على ايدك تاني، محدش ضربك على ايدك قال لك والنبي قاعد يعيط كده مثلا، والاعلام بقى في الشوارع والنبي الحقنا والنبي تعالى والنبي اشتغل. ده انت اللي اتكلمت وجيت. هم جايين اساسا، هم جايين المفروض ان هم رجال اعمال، تمام؟ الزمالك عنده ازمه، تمام؟ طب ما تحل، ما انت رجل اعمال تقدر تحل مش بفلوسك، بافكارك. حلقه جديده ومن بودكاست على القهوه مع كابتننا كابتن ياسر راشد عمل ابو الكباتن. حبيبي يا سيف، وانا تملي زي ما بقول لك احنا الحمد لله رب العالمين مصداقيتنا خلت ان احنا حتى لما بنيجي نعمل اي لقاء انا ببقى مبسوط ان انا ببقى معاك. انا والله اكتر والله يا كابتن. عندنا النهارده احداث كتير. اول حدث صح انت سبقتني. طبعا سبقتني بالقهوه. شربت قهوه. طب انا عايز في كولا بس دايت لو موجوده يعني. عندنا احداث كتير النهارده يا كابتن. اول حدث طبعا المنتخب وصل لكاس العالم مع حسام حسن، ده الحدث الدارج دلوقتي. وتاني حاجه موضوع الزمالك دلوقتي بيقول لك بيعلن افلاسه والزمالك ما فيهوش فلوس، والموضوع بقى علنا، يعني الناس جوه النادي بتتكلم في الموضوع ده. وتالت حاجه مدرب الاهلي الجديد ياس سورب ده بتاع الدنمارك، عايز اخد رايك فيه برضه. خلينا نبتدي الاول من عند ملف كاس العالم ووصول مصر لكاس العالم. شايف منتخب مصر وصول كاس العالم، شايف الموضوع ازاي؟ والله طبعا بص يا سيف، يعني مبدئيا احنا بنتمنى كل الخير للكره المصريه، واي انجاز بيتحسب بيخلينا احنا بنعتز بالفخر، وان احنا اساسا يعني في المنطقه العربيه احنا يعتبر من اوائل الناس اللي لعبت كره قدم. ده التاريخ اللي بيقول كده. التاريخ بيقول ان احنا الكره بدات عندنا في بدايه القرن 19، وما كانش لسه حد يعرف يعني ايه كره قدم في اغلبيه الدول العربيه، ويمكن مدربينا هم اللي عملوا الطفره دي في الدول العربيه، سواء في الامارات او في السعوديه او في قطر او في البحرين. ده التاريخ اللي قال كده. حلو. بس احنا برضو عاوزين نقول ان كره القدم ما بقتش تستند على التاريخ. كره القدم بقت تستند على اني تواكب المرحله اللي انت فيها. فالنهارده طبعا انا يعني يمكن بهني طبعا المنتخب على وصوله لكاس العالم، بس هو هل وصولنا لكاس العالم بقى هو الهدف؟ احنا دلوقتي وصلنا لكاس العالم، الناس مبسوطه اللي احنا وصلنا لكاس العالم. مين اللي مبسوط؟ انت مش مبسوط اللي احنا وصلنا لكاس العالم؟ لا، الغالبيه العظمى الناس. انت مش حاسس بفرحه بناس الفرحه ايه؟ يعني؟ الفرحه في وصول 9 فرق. الراس الاخضر هيوصل، الراس الاخضر واخد بالك؟ ما زعلش مني، يعني انا بلعب جيبوتي المفروض فرقه زي دي كده مع احترامي الشديد يعني اهم مواردها الكمون والشطه. يعني الدوري الجيبوتي انا ما اعرفش فيه حد. يعني زمان واحنا كانوا بيقولوا لنا جيبوتي اهم المواني مقديشيو، اهم الصناعات مقديشيو، واخد بالك؟ اهم الصادرات مقديشيو. طب لا، انت شايف ان الموضوع طبيعي يعني اللي مصر تصعد من المجموعه دي؟ ده شيء طبيعي. انا بقول لك برفع القبعه لهاني ابو ريده اللي خلى 9 من القاره يوصلوا، عشان نكون صراحه. انما لو هي فرقتين كنت بقى يعني قابل بقى المغرب، قابل السنغال، الكعبل بقى في كوت ديفوار بقى يعني. طيب خلينا خلاص نقفل موضوع كاس العالم، وعايز اجي لك في الموضوع الثاني يا كابتن. اللي شاغل الناس دلوقتي قوي ومزعل الزملكاويه قوي. الزمالك دلوقتي على الورق كده واحنا بنتكلم، الزمالك شبه على مقربه من اللي هو يعلن افلاس. الكلمه تقيله، الكلمه تبان اللي هي لا، مهما يحصل الزمالك مش هيوصل للحته دي، بس المعطيات والظروف وكلام الناس اللي في مجلس الاداره هو اللي بيقول كده. وعايزين نبتدي من عند تصريحات حسام المندوب، امين صندوق نادي الزمالك دلوقتي. كان طالع مع مهيب عبادي النهارده وقال كلام يا كابتن صعب قوي، صعب اللي هو يطلع من مسؤول داخل نادي الزمالك. اول حاجه بيقول لك احنا مسكنا نادي الزمالك وهو مريض. هو قال كده، نادي الزمالك احنا مسكناه وهو مريض دلوقتي، والمريض هيموت دلوقتي، المريض ده هيموت. ده اول تصريح. هجيلك التصريح الثاني. التصريح الثاني بيقول ان الوضع في الزمالك
صعبه قوي قوي قوي. بس بص يا كابتن سيف، الخص لك القصه. هو اعضاء مجالس الادارات في الاهلي والزمالك، انا بخصص الناديين دول بعيد عن بيراميدز. بيراميدز ده بتاع واحد حلو، هو اللي بيصرف عليه. حلو. تمام، فيصرف بقى زي ما يصرف، الراجل ايه عارف هو هيجيب فلوسه ازاي. حلو. اعضاء مجلس اداره الاهلي والزمالك هم بيخشوا ويتكلبوا على مجلس الاداره عمل تطوعي. يعني ما يزعلش مني، يعني اعضاء مجلس اداره الاهلي والزمالك هم داخلين شد حيلك يا بلد وعمل تطوعي وانا مش هستفيد من النادي. انت لا. رجل اعمال، حلو. انت رجل اعمال. لو بصينا لنادي الزمالك 3 4 من اللي موجودين كل واحد معاه انهار فلوس. خلينا نتكلم بصراحه، هو انت داخل ليه؟ يعني انت ما شاء الله، انت ما شاء الله الجمهور قعد يعيط وقال لك والنبي لازم تيجي، ده انت اللي اتكلمت عشان تيجي. تمام؟ طب ما انا بقول لك على حاجه، طول عمر الزمالك من ايام حسن ابو الفتوح، واخد بالك؟ حسن ابو الفتوح كان بيصرف على النادي. تمام؟ حسن عامر كان بيصرف على النادي. تمام؟ ممدوح عباس كان بيصرف على النادي. هو انت النهارده طالع تقول المريض هيموت؟ اصل وانت عندك ايه؟ عندك ناس شغاله في امتالكو؟ يعني ناس شغاله في التامينات بتقبض وعامله جمعيات؟ لا، ده مش انت قد عندك، الشيله ما تشيلش. ده انت عندك 5 6 جوه المجلس، هم جايين اساسا، هم جايين المفروض ان هم رجال اعمال. تمام؟ الزمالك عنده ازمه. تمام؟ طب ما تحل، ما انت رجل اعمال تقدر تحل مش بفلوسك، بافكارك. طب ما انت زي ما بتكسب في شركاتك الخاصه، طب ما تعتبر بيتك الزمالك ده مؤسسه وانت بتديرها، واخد بالك؟ ايه لهدف الربح. تمام؟ القصه كلها ان كل واحد بيتنصل في نادي الزمالك من مسؤوليته. نادي الزمالك ولا تقول لي بقى افلاس، الكلمتين دول خلي بالك هم بايعين بيهم اعلاميا عشان ايه؟ يخلوا الناس ايه؟ تجري والحق، وكل واحد يلم 2 جنيه. 2 جنيه مين اللي يلمهم؟ ولم من كل عضو 2 جنيه. محمد صبري طالع يقول لك يا ريت تلم مش عارف ايه. انت مجنون؟ انا معايا 5 جوه المجلس رجال اعمال، كل واحد مع احترامي الشديد عنده شركات بالملايين، واخد بالك؟ لو جه مثلا نادي الزمالك مزنوق مثلا في 200 مليون جنيه ولا 300 مليون جنيه والخمسه قاعدين وكل واحد قام مطلع 150 مليون جنيه من جيبه لحين حل الازمه الماليه، تمام؟ ولا هيبقى فيه الزمالك مريض ولا ميت ولا مش عارف ايه. هم بيصدروا المشكله عشان هم يستفادوا منه للدكتور اشرف صبحي عشان عارفين ان هو كان زملكاوي، واخد بالك؟ وكان شغال في نادي الزمالك، فهم بيصدروا الكلام ده عشان الراجل يتحط في مأزق. طب ما هو التوجه ان دي رياضه بتصرف على نفسها، دي صناعه. الصناعه دي انت خسران بسبب ايه؟ اوجه الصرف في نادي الزمالك غلط، جبت لعيبه غلط، جبت مدربين غلط، انت مش قادر تستثمر في فريق كره القدم اللي هو الثاني بعد النادي الاهلي على مستوى مصر انه ممكن يدخل. هو النادي الاهلي لما بيجيب ب 13 مليون وب 14 مليون دولار، تمام؟ في الاخر بيجي يقول لك ايه؟ تعالى حقي وحقك، الميزانيه عندي ايه؟ انا مش خسران، اجيب زي ما انا عاوز. طيب ايه؟ انا كسبان من ايه؟ من رعاه، وكسبان من دعايه، وكسبان. كره القدم يا سيف صناعه، هم مش عارفين يديروا الصناعه في نادي طب الزمالك. انت مش مع الناس اللي بتقولوا اللي هم كانوا جايين ماسكين الزمالك؟ في رايي يقول كده برضه، اللي هم بيبرروا الموقف الحالي للزمالك، اللي هم كانوا جايين الزمالك عليه ديون كتير والزمالك كان طالع من محدش ضربك على ايدك تاني، محدش ضربك على ايدك قال لك والنبي قاعد يعيط كده مثلا، والاعلام بقى في الشوارع والنبي الحقنا والنبي تعالى والنبي اشتغل. ده انت اللي اتكلمت وجيت، ده انت اللي امل بالنسبه لك ان انت تبقى عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. خلي بالك مع احترامي الشديد، النادي الاهلي لما بيجيب توازن في مجلس الاداره جايب بتاع حديد وجايب بتاع مش عارف ايه وجايب ايه، الكارنيه بتاع عضويه مجلس الاداره ده ليه ثمن. هو انت عشان تبقى عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، واخد بالك؟ انا اسف يعني، انت جاي مستني الاهلي يصرف عليك؟ انت اللي تصرف على الاهلي، انت اللي امل، انت اللي واخد بوزيشن ما تحلمش بيه، وانت بتاخد منه صيد. ده انت بتاخد منه تصيد، بتاخد منه شركاتك كمان، شركاتك بتتصيد. مين النائب رئيس فلان الفلان؟
خلينا بقى نتكلم بمنتهى الصراحه، عيب لما حد يقول لك نادي الزمالك هيفلس. هو نادي الزمالك مين اللي يفلس؟ لما نادي الزمالك يفلس، امال المركز عندنا ايه؟ يعني يعني يعني, يعني في انديه ما بتاكلش وجبه يوم المباراه. يا جدعان ارحمونا، ما خلينا بقى نقعد ساكتين عشان انا على الاخر. في انديه ما فيهاش ميه حلوه، في ميه تربه هناك. وتيجي تقول لي نادي الزمالك يفلس؟ يا سلام. امال التانيين دول ايه؟ يموتوا على الارض؟ فكلام غريب يا سيف. بص اقول لك على حاجه، احنا بنتكلم فنيا. نادي الزمالك الاداره غلط، اداره الصناعه ذات نفسها، صناعه كره القدم غلط. يعني انت اداره ملف كره القدم غلط. انت مش رحت جبت لي شيكو بنزا، انت مش وشيكو مقتنع عارف بموضوع مين. ان الزمالك بيفلس ده؟ انت يفلس مين يا داخل جدع؟ عليه. يفلس مين؟ بقول لك 5 في مجلس الاداره مليارديرات. انت جاي نادي الزمالك ليه؟ انت مين؟ انت حد يعرفك؟ نادي الزمالك اللي عامل لك شهره. مش عاجبك ومش قادر تصرف، اقعد. هي ايه مشكله الاسماعيلي؟ ما فيش فلوس، ما فيش عثمان احمد عثمان، ما فيش محمود عثمان، ما فيش اسماعيل عثمان. الناس دي كانت بتصرف يا سيف مع احترامي الشديد وما بتستناش، كان بيحب المكان. اللي ماسكين في نادي الزمالك ما بيحبش، حدش بيحب المكان. كل عاوز يصدر مشاكل للدوله، يصدر مشاكل عايز ياخد للوزير. من خير الزمالك بس. الله ينور عليك. هو انت النهارده مع احترامي الشديد للناس المسؤوله، واخد بالك، اللي جايب عمرو الجنايني ومش عارف ومين ومين. يا عم انت احمد ربنا، انتوا اتصيدتوا على نادي الزمالك بما فيه الكفايه. كل واحد نادي الزمالك ده خيره على اي حد. ده بالنسبه للزملكاويه خيره عليهم. الشعار ده خيره عليهم. النهارده جاي تقول لي الفرقه فلست؟ يا سلام، فلست ليه؟ وانت ما شاء الله وانت شغال في الدلتا للصلب. طب شايف موضوع ممدوح عباس مع مجلس الاداره ده؟ ما هو ممدوح عباس هيعمل ايه؟ يعني ممدوح عباس برضه معلش كل ما لا يجي انا مش يصرف. بتكلم في حته، انا بتكلم في حته اللي هو مع ان يصفها اصلا ممدوح عباس بيصف عن الناس ده كله. الناس بتطلع تستغيث علنا بممدوح عباس، ناس من مجلس الاداره بتستغيث بواحد. هم دول بره محبين، مجلس الاداره. هم دول محبين يا سيدي. ما هو ممدوح عباس معاه فلوس، تمام؟ الخمسه اللي موجودين برضه معاهم فلوس بس قارطين، مش عاوزين مش عاوز ولا واحد عاوز يطلع جنيه. انا ممكن ابقى معايا فلوس بس اقول لك ايه؟ اميل عليك يا سيف تعالوا نروح نتعشى عند درويش. طب انت معاك. هو ضروري لازم نعور سيف؟ فكل عاوز يعور ممدوح عباس يعني. والراجل بيحب النادي وعنده ابنه ايمن، ده بصراحه ناس فوق الاحترام. والله العظيم انا مش بدافع عن حد، لان اللي بيحب الكيان ما بيقولش انا بحب الكيان، واخد بالك؟ انما دول طالع بيصدر مشاكل لكل الناس. الحقونا طب ما انت رحت اديت الفلوس لراجل مدير فني وراجل مدير رياضي بهدل لك الدنيا. هنيجي طب لموضوع المدير الرياضي، بس انا عايزك تتخيل معايا حاجه. تخيل المشاكل دي كلها في الزمالك، والزمالك بيقول لك انا فلسنا ومعناش فلوس والكلام ده، وزيزو مشي. تخيل لو كان قاعد زيزو واداله اللي هو عايزه، كان ايه الوضع دلوقتي؟ بص يعني تخيل زيزو كان قاعد ونادش ال 200 اللي هو كان عايزه. اقول لك على حاجه، النادي الاهلي افضل من الزمالك في حته الالتزامات الماليه، بمعنى مؤسسه فعلا انت ليك 5 قروش هتاخدهم في وقتهم. في فائض بقى، حلو، في اعلانات وبتاع والدنيا حلوه لكن الزمالك سداح. ورجال الاعمال في الاهلي برضو ايه بيني وبينك ايه يعني ايه، مش شاغلين بالهم ان هم ايه يغرفوا وبتاع والكلام. فيعني ايه قاعد و100 فل 14 تمام، وممكن يحلوا. حلو. فاي لعيب في مصر يتمنى يروح الاهلي ليه؟ فلوسي هاخدها في وقتها، تمام. الزمالك هتاخدها بس مش في وقتها، بس ايه يعني مثلا ايه، انت ليك مليون جنيه كل 4 اشهر اطبق ايدي مثلا في 200,000. فطبعا الحياه بره صعبه. هو عاوز يركب عربيه جامده وعليه اقساط شقه كده كده هتاخدها، ما انت معاك عقد. ايوه تمام. بس لما يعني لما المليون ما اكفرك يكونش لهم لازمه، يبقى ما لهمش لازمه، واخد بالك؟ فهي المساله في لا والله يا كابتن، يعني هم كانوا قاعدين عايزين يجددوا زيزو ازاي؟ الكلام ده من شهرين. يا جدع زيزو مين؟ كنت بتقعد مع زيزو ازاي وبتعرض عليه فلوس ازاي وانت بعدها ب5 6 شهور بتقول ما هم مش عارفين يديروا ملف زيزو. زيزو يابا قعد نيم مصر كلها. زيزو انا بقول لك اهو على مسؤوليتي، وابوه الاثنين نيموا مصر في ايه؟ مش عاوزين يجددوا لنا. كل ما اكلمهم مش عاوزين يجددوا، وهو عارف ان هو رايح فين. زيزو عاوز يقلب على الاهلي
عاوز طوق النجاه هناك، هو عارف ان الجنيه هناك ثابت والجنيه هناك هياخده، فطبعا يخرج من المأزق ده قدام الجمهور ازاي؟ بقعد معاهم وبكلمهم في المفاوضات، وطبعا التانيين في الاداره في الزمالك هو فعلا مفيش فلوس ومش عارفين يعملوا ايه. فزيزو قام ملبس الاداره للجمهور، قام قايل لهم ايه؟ شفت؟ مش عارفين يجددوا لي، هم فعلا كده كده مش هيجددوا له. وهم كده كده مفيش حد عارف يدير الملف اساسا مع زيزو، واخد بالك؟ فزيزو ايه؟ قال لك انا الاول اعمل ايه؟ الاول جمهور الزمالك اخرج منه ان انا بطل قومي ازاي؟ ان انا النادي الاهلي يبان ان انا مفيش غيره قدامي. طب اعمل ايه؟ يعني انت بذمتك لو قدامك الاكل وجعان ما تاكلش؟ عارف عمل الصعبانيه؟ زيزو ابن حرام، زيزو وابوه ده لدرجه ابوه قال لك انا وكيله عشان مفيش وكيل ينتش الفلوس الباقيه. بس هو يا كابتن هنتكلم احترافيا، زيزو صح وزيزو كان ايه اللي هيخليه يقعد في الزمالك دلوقتي والوضع مفيش ولا لعيب في الزمالك دلوقتي واخد فلوس؟ يا ابني ولا لعيب في الزمالك عاوز يقعد بسبب ايه؟ بسبب عدم الالتزام في النواحي الماليه في وقتها. وده طبيعي. والقصه دي قصه اداره. انا ازاي اوفي الاستحقاقات الماليه للاعب دي بتاعت انا ادير الملف ده. اديره في ايه؟ اديره ان ده مؤسسه رجال اعمال جايه اعضاء مجلس اداره، المفروض زي ما بتنجح شركاتك لما تنجح نادي الزمالك المؤسسه اللي خيرها عليك، اللي انت تكلفت عشان تيجي مجلس الاداره بتاعها. اقول لك على حاجه، خلينا بقى لو كابتن ياسر مسؤول في نادي الزمالك، خليك تتخيل كده ان انت مثلا كابتن ياسر راشد رئيس نادي الزمالك، ايه الخطوات او ايه الحاجات اللي هياخدها لانقاذ نادي الزمالك؟ اولا انقاذ نادي الزمالك بيتطلب اسناد كل حاجه لاهلها. بمعنى النهارده انت لا في قطاع ناشئين كويس يفرز لك لعيبه ما تقدرش تشتري مثلا بمبالغ ماليه كبيره، تمام؟ الراجل فييرا الراجل العجوز هو الوحيد اللي عمل الطفره دي في نادي الزمالك واعتمد على الناشئين، تمام؟ اولا قطاع الناشئين ما يقدرش يفرز لك لاعب للدرجه الاولى. الحاجه الثانيه ان انت مش عارف تدير ملف مؤسسه كبيره. المؤسسه الكبيره دي ليها استثمار زي ما احنا بنشوف في اوروبا كده، اسم المكان يقدر يجيب رعاه تشيل الشيله، واخد بالك؟ وتبتدي ابناء نادي الزمالك الحقيقيين بتوع الكوره هم اللي يديروا الملف كويس. انا ما بتكلمش على الناس اللي هي معلش اثبتت فشلها، انا بتكلم لا نادي الزمالك في كوادر كبيره جدا، يعني لو في مدربين شباب. انا عايز منك حلول، تقول لي انا لو انا رئيس نادي الزمالك هعمل 1 2 3، ادينا حلول. والله انا لو رئيس نادي الزمالك اكلمك بمرض الله، يعني 3/4 اللي موجودين دول ولا حد يشتغل، محدش يبقى موجود خالص معلش، لان هو لا بروفيشنال ولا محترف. الناس اللي في مجلس الاداره قصدك يعني؟ ده مجلس الاداره والمدربين، مجلس الاداره والمدربين. في مدربين في نادي الزمالك قاعدين بره قد اللي موجودين 10 مرات. انا جاي اعمل قطاع ناشئين اجيب معتمد جمال، اجيب سامي الشيشيني، اجيب الناس بتوع الكوره، حلو. واخد بالك؟ انت اول حاجه هتهتم بيها قطاع الناشئين طبعا. تاني حاجه تجيب فلوس النادي الزمالك. تاني حاجه اعرض على الرعاه. نادي الزمالك ده اسم كبير. حلو. الراعي اعمل نظام المشاركه. طبعا نظام المشاركه. تعالى يا عم اشترك معايا في نهضه المكان ده. وما اكتر الشركات اللي ممكن تيجي تعمل الكلام ده كله، لان الفكر الاستثماري موجود عند مستثمرين يعني بره اللعبه خالص في نادي الزمالك. بس انا قلت لك لو انت دلوقتي رئيس نادي الزمالك يعني مش هتفكر في اكله حلوه؟ لا ما انا بقى هينوبني من الحب جانب برضه. يعني اجيب عيال زي شيكو بنزا والعيال دي، واخد بالك؟ واجي اقوم ايه مصدر للاعلام بقول لك ايه ده انا جايب فردتين ايه عيال من اوروجواي، واجيب البلاد البعيده اللي ما حدش يقعد يدور عليها. يعني هم ايه ده انا جايب واد من اوروجواي، يا لهوي اقعد انت دور في الخريطه على اوروجواي مش هتلاقي. واخد بالك؟ يعني جمهور الزمالك برضه ايه اول ما يسمع ان في محترف جاي هو ما شافوش بيلعب فيقعد يضخم فيه، يقعد يقول لك يا لهوي ده الواد ادم كيد، شفت ده الواد ده السي في بتاعه، ونيجي نتفرج عليه ملط الملط، واخد بالك؟ فانت برضه وانا رئيس يعني برضه الدنيا هتمشي رايقه. اجيب عايز زي سيف والواد يوسف والواد عمر والعيال دي، تعالى يالا انت جايب منين؟ يقول انا جايب من اوروجواي، هو ده جايب من كولومبيا، وده طيب هات لي الوفد ده كله. حمله تعالى حمله.
طب في النهايه كده يا كابتن، شايف توقعاتك لموسم الزمالك دلوقتي بالمعطيات اللي الموسم خلص يا سيدي. الموسم خلص الزمالك. احنا دلوقتي نشتغل على 26 27 بامر الله. نادي الزمالك يا زملكاويه، الموسم خلص. احنا الشتاء داخل علينا، الموسم خلص خلاص. احنا مش هتقوم لنا قومه. مفيش امل في الدوري. ليه؟ مسؤولينك يقول لك المريض هيموت. يعني تخيل انت لما مسؤول طالع يقول لك المريض هيموت. طب ده تقول له ايه؟ ده تقول له ايه؟ طب لما هو المريض هيموت، انت مهمة حضرتك ايه؟ مهمة حضرتك ايه؟ هو انت مش معاك فلوس؟ لا معاك فلوس، والتاني معاه فلوس، والتالت معاه فلوس. انت معاك 5 6 اعضاء في نادي الزمالك مليارديرات. وانت عاوز تاخد الشعار بس؟ عاوز تيجي تقعد في اي مكان عضو مجلس اداره نادي الزمالك. هي الحته دي يا جدعان ارحمونا بقى. بتاخد اللي ليك، احترموا دماغنا بقى. بتاخد اللي ليك بس مش عايز تساعد. الله ينور عليك. فلك الله يا زمالك، هنعمل ايه طيب؟ يعني ايه بايدينا؟ ايه بايدينا؟ انا بقول لك الموسم خلص. الاهلي مش ده اللي تسيب له 4 بونت و5 بونت، ده بال 13 بونت وكان بيحصلك. خلينا بنروح للاهلي على طول، نهني من عند الاهلي جاب مدرب اسمه يس سروب ده ولا يس سروب. كان بيلعب مع ابو الدهب في ترول. كان بيلعب هو عبد الستار صبري. هنتعب في اسمه ده مبدئيا. شايف انت في الاول شايف المدرب، يعني تعرف المدرب او شفت السيره الذاتيه بتاعته، ايه رايك في المدرب يعني عموما؟ انا عشان اكون صادق معاك، طول عمري مقتنع بحاجه. في مدربين صف اول، وفي مدربين صف تاني، وفي مدربين في اوروبا، واخد بالك، مع احترامي الشديد مش معنى ان انا جايب مدرب اجنبي يبقى كويس. تمام؟ المدربين الصف الاول لا الاهلي ولا الزمالك ولا المنتخب يقدر يجيبه. ليه؟ اول ما بيتكلم بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك هاخد 10 مليون دولار في الشهر. فطبعا انت قصه اخرك 2 3 4. انت عاوز تجيب مدرب برضه يهدي الجمهور ويهدي الناس والكلام ده كله. تمام؟ فخلينا نتفق مبدئيا ان مفيش مدربين جت مصر اجانب الا يتعدى على الصوابع على مر العصور، يتعدوا على الصوابع 5 6 هم اللي تركوا بصمه في الكره المصريه. تمام؟ فكل المدربين اللي بتيجي دي انا مع احترامي الشديد ليهم في اوروبا، يعني هو ما مرنش فرقه في الصف الاول. يعني مثلا ما مرنش بايرن ميونخ، ما مرنش مثلا توتنهام. الناس دي مشجله يا كابتن كده. يبقى خلاص احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل على مين؟ على العواطليه وعلى اللي نايم هناك وعلى اللي مش لاقي شغل. بس انت الفكره ان انت بترمي رهان، لا يصيب لا يخيب. طيب ما هو الكوره مش كده. الكوره ايه؟ الكوره انا فريق بطولات، انا فريق جماهيري، انا فريق صاحب مشروع، انا فريق ما ينفعش اخسر. انا عاوز واحد لما يجي يفيد النادي وبالتالي يفيد الكره المصريه. ما احنا في الاخر هي الانديه دي هي معموله ليه؟ الاهلي والزمالك وكل الانديه دي معموله عشان تصب في الاخر لمصلحه المنتخب الوطني، صح؟ الدوري المصري دلوقتي هل افرز لعيبه زي الدوري المغربي؟ خلينا نتكلم بصراحه، لا. ليه؟ لان احنا مع احترامي الشديد، احنا يعني لما نيجي نعمل منتخب زي المنتخب الثاني ويروح يتغلب من المغرب 2-0 يتولى مسؤوليته يعني راجل كبير عنده 75 سنه. الكرة بطلت بتاعته، الكرة بتاعت الكابتن حلمي خلصت من زمان. اللي موجود دلوقتي الكرة الحديثة، فالكرة الحديثة عمرها ما هتبقى تشتغل بشد حيلك يا بلد. طيب خلينا بس دلوقتي بمدرب الاهلي. طب انت لو انت عايز تديله نصيحه او تديله على حاجه لازم يجي يطبقها مع الاهلي عشان ينجح، تمام، ايه اكتر حاجه او اول حاجه لازم يطبقها مع الاهلي؟ هو اي مدرب بيجي ينجح مع النادي الاهلي الاول بيسال على النادي الاهلي. حلو. هو الراجل ده النادي ده كينونته ايه في الدوري المصري؟ هو اكيد المعلومات دي كلها واخدها. طبعا وعارف كل حاجه. واقول لك على حاجه، انا اخشى ان يجي في المؤتمر يقوم بايس الشعار. هو لو باس الشعار يبقى كده اكدنا العجين الرسمي. لا المؤتمر خلص ما بس. ما انا بفهمك يعني ايه. انا اخشى ان يجي يقول لك ايه، انا جذوري في الدنمارك كانت مع عمر لطفي اللي هو مؤسس النادي، يبقى كده بيضحك عليك رسمي. فالمدربين اللي بتيجي شغل. احنا حابين يجي ناس
زي ارتيتا، زي جوارديولا، زي واخد بالك زي سباليتي. احنا عاوزين ناس زي دي، لان الناس اللي زي دي كده صدقني يا سيف هتفيدنا احنا، هتفيد الكره المصريه. انما انا اخشى ان الاعلام يطلع وما يقول لك ايه المدرب ده عملاق، لا 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 ده عنده رؤيه، ده اول ما نزل مسك النجيله بتاعت الملعب. ما هو الشويتين دول يعني انا ممكن اعملهم وانا داخل اروح ادرب واخد بالك الشرقاويه عندنا. فانا اول ما اخش المركز مثلا في الشرقاويه النجيله دي يقوم قايل لك يا عنده عمق. انا بشوف النجيله عشان ايه؟ ربما اتكعبل في حته. فانا دلوقتي عاوز اكلك العجين دلوقتي، اقوم قايل لك ايه؟ اقوم ماسك الشبكه، يا ترى القماش ده ينفع حد يصطاد بيه في البحر الاحمر؟ تقوم انت قايل ايه؟ يا لهوي ده ادق التفاصيل. ايه ده؟ ده راجل ده دور على النجيله ودور على عم حارس وقال له الكنزات فين وقال له الاقماع فين. خلاص بقى يعني والنبي احترموا عقولنا، يعني احترموا والنبي عشان خاطري. انا عاوز الكره المصريه تبقى نص الكره المغربيه. ليه؟ النهارده انت وصلت كاس العالم والناس كلها عماله تتكلم اصل انا وصلت. يا عم انا مش عاوز اوصل، انا ما كسبتش ولا ماتش في كاس العالم، انا ما كسبتش ولا مباراه من سنه 34 لما كانوا 4 فرق بس في كاس العالم. توقعاتك كده لموسم الاهلي في النهايه مع المدرب؟ يا عم بقول لك الاهلي خد الدوري، انا قايل لك الكلام ده من 4 اشهر. بص الاهلي بعماد النحاس هياخد الدوري، باي حد ربنا خلقه هياخد الدوري. ليه؟ مين اللي اداك الدوري؟ الزمالك، المنافس بتاعك. انما انا بقول ان المنافسه ممكن تفضل شغاله مع العملاق بيراميدز ولاد عمنا. احنا بقى املنا في دول، يعني املنا دول ان يخبطوا الاهلي 2 ولا حاجه، نقعد على القهوه برضو ايه يعني منتشيين شويه يا عم سيف. لازم ننبسط شويه. مش هتمشي نكد كلها. فاحنا تلاقينا دلوقتي كلنا يا لهوي شفت بيراميدز ماله بيراميدز. هو انت جذورك من انت الامل كله بيراميدز دلوقتي. فهو الاهلي مبروك للنادي الاهلي بطوله الدوري واخد بالك. و ده بسبب ان الاهلي جامد مستقر. ولا بسبب ان مفيش منافسين؟ يا عم هو مستقر، الاهلي مستقر، الاهلي مستقر، يعني مستقر مستحقات، مستقر ماديا، مستقر في اختياراته. الغرف المغلقه مقفول عليها كل المشاكل ما بتخرجش. تمام. رجال الاعمال اللي موجودين فيه يعني عارفين دورهم، وخلي بالك بيدفعوا، بس بيدفعوا من غير شو. ليه؟ لان هم بياخدوا الشو بره، بياخدوا الشو في شركاتهم وبتاع والحاجات دي والكلام ده كله. فانما في الزمالك يقول لك المريض هيموت. طب ما المريض هيموت ما انت معاك فلوس، ما ضخ يا عم، ضخ 200 مليون ولا 300 مليون وخدهم زي ما كان حسن ابو الفتوح بيعمل. خدهم من مكاسب الناس، خدهم. بس حلو قوي كابتن لغايه دلوقتي. عايز تقول اي حاجه ثانيه؟ لا والله انا بس هقول حاجه للاهلاويه والله العظيم ومن قلبي، الف سلامه على امام عاشور. يعني قبل ما يكون لعيب كوره ده انسان، انا سامع ان هو عيان يعني. فامام يعني من اللعيبه اللي الواحد بيحب يتفرج عليها. هو وانطاجي وبتاع والكلام ده واخد بالك، والشويتين اللي بيعمله، بس طبعا الا في المرض ده بجد بمنتهى الامانه يعني. انا بتمنى له الشفاء وبتمنى له انه يرجع تاني. امام من اللعيبه اللي اتاثر نادي الاهلي بيها ومنتخب مصر متاثر بيه طبعا، فربنا يشفيه يعني. اشكرك يا كابتن، حبيبي يا سيف، دايما متالق كده وحلقاتك كلها مختلفه. حبيبي يا سيف، بس برضه يعني الدنيا تمشي يعني. ما انت جيت سبقتنا على طول من القهوه. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. لو انت لسه مكمل لحد دلوقتي لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وشكرا لوقتك.